عالم مرمي تحت الزبالة وسط مدينة الناس ناسيين إنها موجودة، بيظهر ولد عنده قوة مش طبيعية وقصة انتقام ملهاش رجعة. بس الطريق مش سهل واللي جاي أغرب بكتير من اللي فات. ولكن في البداية لو أنت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لأن اشتراكك بيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواتنا وأهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. بتبدأ الحلقة وبنشوف انجن وهو بيتكلم مع واحد عن طريق الاسوره اللي في ايده، فالراجل بيقول له احكي لي عاوز تقول ايه، مش من عوايدك ترن علي اكيد في حاجه. وبيرد عليه انجن وبيقول له انه قابل ولد عبقري في المنطقه المحظوره، والواد ده عنده قوه كبيره ومحتاجين ندربه. وفي الناحيه التانيه بنشوف رود وهو كان موجود عند دكتور بيحاول يعالج الجراح اللي عنده. ورودو بيبص لانجن وبيقول له انه مش هينضم ليكم، مش هبقى من المنظفين يا عم. فانجن بيقول له وانت مفكر عندك حريه الاختيار؟ ها ده انت غلبان يالا. ورودو بيقول له انا لازم ارجع علشان انتقم، وبيزعق. وساعتها بقى الدكتور بيقول له يا دي اسكت، انت تحمد ربنا انك لسه عايش مع كل اللي حصل لك ده. انت ازاي تروح المنطقه المحظوره دي وتلف كده؟ لولا لحقوك انت كان زمانك بتودع دلوقتي، سواء بقى من الوحوش او من الهواء المسموم. فتح ظهرك كده يا جد، انت مالكش دعوه. ساعتها الدكتور قال له ان هو مش راجل على فكره، لا ده دكتوره. وطبعا هتسالني ازاي، اقول لك والله ما اعرف. المهم بيطلع رودو انجن من عند الدكتور، ورودو بيشكر انجن على ان هو اللي حاسب له، وقال له ان هو عاوز طريقه يطلع بيها مره تانية ويرجع للمدينه بتاعته، وانه مش عاوز يبقى من المنظفين. بس انجن قال له انت اكيد شفت الناس بتعمل ايه هنا مع سكان السطح، وقال له لو عاوز تسأل الناس ازاي ترجع اسألهم براحتك، بس مهما تعمل في النهاية يعرفوا انك واحد من سكان السطح، وانت عارف بعد كده هيعملوا فيك ايه. وكمان قال له اعمل حسابك ان مفيش حد هيديك اي معلومة ببلاش، انت في عالم قاسي وكل حاجة ليها تمن، فتعالى ورايا وانت ساكت. وانجن ساعتها بيسأله عن اسمه، فبيقول له انه اسمه رودو. فانجن بيقول له بص يا رود، اللي هتسمعه دلوقتي هو خلاصة المكان هنا، وانه زي ما انت شايف كده القمامة موجودة بكميات ضخمة، ومع القمامة دي بتتكون مشاعر واحاسيس كمان، وده بقى بيسبب ظواهر وحاجات غريبة في المكان، ومنها الوحوش اللي انت قابلتها. ومع ان الوحوش دي غالبا موجودة في الاماكن البعيدة والمناطق المحظورة بس، الا انها ممكن توصل المدينة هنا عادي جدا. وساعتها رودو قال له يبقى الحل انكم تزودوا الدفاعات او التحصينات او تبنوا سور. انجن بيرد عليه وبيقول له ايوه ده ممكن، بس مع كده البشر مش بيحبوا يكونوا محبوسين في مكان، وصعب اننا نحجزهم هنا. وبعد كده قال له رودو ان زي ما انت شفت الاسلحه العاديه ما بتاثرش في الوحوش دي، لانهم مش شيء مادي بالكامل، وانهم عباره عن افكار ومشاعر مختلطه بالقمامه. وقال له انت يا رودو تقدر تقضي عليهم بكل سهوله بسبب القفازات بتاعتك. فرودو استغرب وقال له اشمعنى يعني. فينجن بيقول له لما الانسان بيستخدم حاجه لفتره كبيره ويعتني بها كويس، بتنتقل لها افكاره واحاسيسه، وبتتحول الحاجه دي لاداه اسمها جينكي. وده بقى الشيء الوحيد اللي بيقدر يواجه الوحوش ويقضي عليها، لان المشاعر والافكار مفيش حاجه بتوقفها غير مشاعر وافكار تانية. ولكن في عائق واحد بس، وهو ان الناس اللي بتقدر تحرر قوه الجينكي عددهم قليل جدا، ودول بيطلق عليهم لقب المانحون. وقال له ان المنظفين اللي عايزك تنضم ليهم هم منظمه اتعملت علشان تحمي الناس وتواجه الوحوش دي. فرودو بيقول له يعني انا لو انضميت ليكم هتقول لي ازاي ارجع للسطح مره تانية؟ فانجن بيقول له انا ما اعرفش ازاي ممكن ترجع اصلا. ساعتها رودو بيتصدم وبيقول له هو انت كنت بتشتغلني يعني؟ فانجن بيقول له انا ما اعرفش، ولكن الرئيس بتاعي اكيد يعرف حاجه، لانه رئيس مخضرم وعارف كل حاجه. فرودو قال له يعني عشان ارجع لازم اوصل للرئيس ده واساله؟ فانجن بيقول له ايوه، وبعدها بيساله مين اللي اداك القفازات دي. فرودو قال له انه واخدها من شخص عزيز عليه جدا ويعتبر ابوه، وان القفازات دي هي الحاجه اللي فاضله منه. فانجن قال له واضح انها قديمه جدا بس انت محافظ عليها، وقال له استمر في الحفاظ عليها، دي باين ان فيها روح. وساعتها رودو بينفجر من البكاء. وهم قاعدين تليفون انجن بيرن، فبيقوم من مكانه. فرودو بيقول له مع انها متاخره بس تشكر يا عم انك ساعدتني، وقال له انه هخلع من المكان ده. وهو واقف في امان الله بتيجي قطه وبتاخد كيس الفلوس وبتطلع تجري. ايه الواد ده يا جدعان، عنوان للفقره حرفيا. رودو بيطلع يجري ورا القطه علشان ياخد منها الفلوس، وهو بيجري لقى عصايه فخدها ومسك بيها القطه. مسكها من هنا ولكنه لقى واحد جاي من وراه ومتعصب جدا، وبيقول له خد يا حرام رايح فين، رجع الحاجه بتاعتي. فرودو قال له حاجه ايه يا عم، انطر قبلكاش معناش فكه. فالولد قال له انا مش عايز من فلوسك حاجه، انا عاوز العصا بتاعتي. فرودو بص له وقال له ايه كل ده علشان العصايه؟ ولكن فجاه بنشوف ان الواد ده بقى جنب رودو واخد العصايه منه بسرعه وقعد يطبطب عليها. فرودو بص له قال في نفسه ماله مجنون ده ولا ايه؟ ولكن بيبص للراجل تاني وبيلاقي على هدومه نفس الاشاره اللي على هدوم انجن. ساعتها الواد التاني قال له انت مفكر انك ممكن تاخد الجنك بتاعتي وتروح كده من غير عقاب؟ وبيدخل في وضعيه القتال، وقال له استعد علشان تاخد درس حلو ينفعك في حياتك. وبيهجم بسرعه كبيره جدا على رودو، وكان حرفيا هيطير وشه، ولكن الضربه بتعدي من جنب دماغه. فالواد بص له وقال له انت اكيد مستعد للعقاب يا رودو العبقري، وشكله كده يعرف بطلنا. فرودو قال له انا عرفت انك منظف من الشعار اللي على هدومك. وساعتها الواد بيعرفه عن نفسه وبيعرفه انه اسمه زنكا، وقال له ان انجن طلب منه يعلمه. ولكن زنكا قال له انه كان جاي يعلمه، وطلع انه الاول لازم يتعلم ان السرقه ممنوعه وحرام قبل ما يتعلم يستخدم قوته. فرودو قال له يا عم انا ما اقصدش حاجه، انا بس كنت عاوز امسك القطه وارجع منها فلوسي. ولكن عمنا زنكا بيتجاهل كلامه وقال له شكل ادبه بيفتكر ريكتو لما قال له انه عشان يتفهم والناس تتقبله لازم يبقى هادي. وبالفعل رودو بيمسك نفسه وقال لزنكا انه ما كانش قاصد ياخد العصايه بتاعته. وساعتها زنكا فهم الموضوع واعتذر لرود وقال له معلش انا عملت كده بس علشان بحب العصايه بتاعتي جدا.
وعمنا رودو واقف ومصدوم وبيقول ازاي في واحد ممكن يوصل للحاله دي بسبب شيء بسيط قوي كده. والمهم بعد كده زنكا برحب برود وقال له قول لي بقى الجنك بتاعك ده عباره عن ايه وايه هي قدرتك بالظبط. فرودو قال له ان القفاز بتاعه هو الجنك الخاص بيه، واما قدرته فهو لسه مش عارفها بصراحه. فزنكا اعجب جدا بالقفاز بتاعه. رودو واقف ومستغرب وبيقول بقى الشخص المبتسم قدامي ده هو الشخص اللي كان من دقيقتين. وساعتها بقى بيحاول يبتسم وبيفتكر ريكتو لما كان بيدربه على الابتسام. زنكا قال له ان كل الموظفين التانيين بيتريقوا عليه علشان الجنك بتاعه هو حته عصاي، وقال له قول لي بقى انت انضميت ليه للموظفين. بيرفع وشه وبيلاقي رودو بيبتسم له ابتسامه حرفيا مرعبه. المهم رودو قال له انه انضم لهم مؤقتا لحد ما يحقق هدفه. فزنكا قال له يا اخي خضتنا حرام عليك، ايه اللي انت عامله ده، انت بتتريق عليا يالا. رودو بيقول له لا يا عم انا كنت بحاول ابتسم. زنكا بيقول له ولا انا مش فاهم، بس اللي هقوله لك اعدل وشك بدل ما اكسره لك. رودو بيحاول يصلح الموقف بانه يبتسم من غير ما يبين سنان، ولكن الوضع بقى اصعب من الاول. زنكا بيقول له هو انت بتتريق عليا تاني، انت عايز تموت دلوقتي ولا ايه يالا. رودو بيقول له يا عم والله انا نيتي سليمه، انا عايز ابتسم بس علشان الدنيا تمشي. فزنكا بيقول له ولا اوعى تفتكر عشان انجن قال عليك عبقري تفتكر انك مميز ولا حاجه، فوق احسن لك يالا، انت لسه مبتدئ مالكش فيها واكيد اهدافك زيك ملهاش لازمه. بس ساعتها رودو بيتقلب وبيقول له ولا انت فكر نفسك ايه او مين علشان تقلل من اهدافي وتقول ملهاش لازمه كده. وعلى طول زنكا بيسحب سلاحه مره تانية وبيقول له بقول لك ايه، انا من ساعه ما شفتك وانت مش جاي معاه سكه اساسا. رودو هو كمان بيستخدم قوته وبيقول له تعالى هات اللي عندك. زنكا بيشوف قوه رودو وبيقول له اوعى يكون اللي في بالي صح، وان قوتك مش في القفازات بس، لا ده كمان انك بتقدر تحول كل حاجه تلمسها لجنكي. وبيقول له مع ان قوتك مرعبه وقويه جدا بس برضه ده بسرعه. وبيقول هو رمى السلاح امتى، ولكن زنكا بيهجم عليه بقوه كبيره جدا ورودو بيحاول يقاوم ولكن ضربات زنكا قويه. وبيقول له انت بطيء جدا في الاستيعاب ومفيش عندك موهبه، كل اللي بيميزك هو الجنك بتاعك. وساعتها رودو بيواجه له ضربه قويه وبيعرف ان ضربه رودو جايه من سلاح من المجاري حرفيا. فبيبص له بيقول له انت بتحارب بايه يا معفن، وبيقول له مالكش دعوه انا ههجم باي حاجه براحتي ومش هحلك النهارده. وبيهجم رودو عليه وزنكا هو اللي بيتفادى الهجمات بسبب الريحه. وبيقعدوا يجروا الاتنين ورا بعض في المكان وبيضربوا في بعض لحد ما اخيرا انجن رجع ولقاهم قاعدين مع بعض وبيقول لهم ايوه كده شكلكم اتفهمتوا وقعدتوا مع بعض. وبعدها بياخدهم في العربيه وقالوا له هناك ايه اللي حصل ما بينهم، وهو حرفيا سمع منهم ووقع من الضحك. فزنكا يا عيني متضايق جدا لانه تهان وهرب من سلاح تعبان مليان ميه وريحه مجاري. واما رودو فالواد يا عيني مصدوم لسه مستوعب انه كان بيقاتل بشفاط حمام. بس انجن قال له رودو ان زنكا شخص نظيف ومحترم ومعروف في المكان، وقعد يضحك تاني برضه. وبعدين قال له بس صدق يا دي رودو انت لعبتها صح بالطريقه اللي حاربته بقى دي. انجن قال لهم ان المقابله بتاعتهم كانت غريبه الصراحه، وقال له رودو ان زنكا ده هو الاستاذ بتاعك الجديد. اما بقى زنكا فبيفرح لما بيلاقي انجن قاعد يشكر فيه. وبعد كده بنشوف بنت قاعده معاهم في العربيه، فانجن بيقول لها انت على كده هنا من امتى يا حاجه ريو. البنت قامت وعينها على رودو وبتقول له بقى هو انت بقى رودو. الواد بيبص لها كده ومش فاهم هي عايزه منه ايه، فبيلاقيها بتمسك في شعره وبتقعد تلعب فيه وبتقول له هو انت صابغ شعرك، فبيقول لها لا لونه كده طبيعي. وانجن وقتها بيقول لهم بس بقى كفايه لعب وتهريج علشان احنا رايحين خلاص للمقر الرئيسي للمنظفين. رودو بدأ أول خطوة في طريق ما يعرفش نهايته، ومع أول معركة فهم إن القوة مش كل حاجة، الجاي أصعب والمفاجآت لسه على الأبواب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو توصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي، أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.